في ملخص الانمي بتاعنا وقفنا الحلقه اللي فاتت يا صديقي لما اريس قدر يكشف الخدعه اللي عملها اللورد سمارك في مدينه بيرنا بصلته على النبي، لانه كان عاوز ياخد منها الاحجار السحريه، وعلشان كده سمارك قال لحاكم مدينه بيرنا ان رئيس المقاطعه اللي مدينه بيرنا موجوده فيها انضم ليه. بس يابا اريس بيقدر يكتشف ان العقد دوت مزور ومش حقيقي، وبيرجع مدينه بيرنا تاني بدون اي قتال بصلته على النبي. وعلشان كده كورا حاكم الدوله ورئيس الجمهوريه بيطلب انه يقابل الولا اريس. فقبل ما نخش على ملخص الانمي بتاعنا يا صديقي، عايزك تنزل تاخد زرار اللايك ورا مصنع الكراسي، وتشترك يا صديقي في القناه، وتنضم لعيله نورا ولا انضم لنا كده ولا عشان نخربها. واهم حاجه تفعل زرار الجرس عشان اي حلقه تنزل توصل لك اول واحد. انا والله العظيم كان عليا امتحان امبارح وراجع تعبان ومش قادر، بس انتوا مهنتوش عليا وقلت لازم انزل لكم ملخص الانمي. فاشترك في القناه وفعل زرار الجرس واعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نخش على حلقتنا. 白い家だライオン真のエスカノール وبتبدأ الحلقة لما بنشوف البت سارة بتختار اللبس اللي هتروح بيه الحفلة اللي عاملها اللورد كورا، وبتقول انا عاوزة اشوف فستان حاجة فاخر من الاخر، يمكن حد يشوفني من النبلاء ويتجوزني وابقى من الاغنياء ومعايا فلوس كتير واعمل كل اللي انا عاوزاه. ولكن بنلاقي الخادمة دخلت عليها وبتقول لها شكلك كده لا هتتجوزي ولا نيلة، ولا اريس خلاص راح الحفل لوحده. فسارة بتقول منك لله يا اريس، منك لله، حتى الحفلة اللي كنت هطلع فيها بعريس مش هروحها، ده ظلم والله ده ظلم. وبيطلع ان ديت خطة روسل لان ما ينفعش كلهم يمشوا ويسيبوا البيت من غير حراسة. وصبر بيقول بس انا لازم اجيب لها هدية واحنا راجعين يا جماعة، كم انت حنين ولا يا صبري، كم انت حنين ولي. وصبري بيقول لاريس رايك نجيب لها ايه يا كبير؟ فاريس بيقول له يا عم هتلاقي سندوتش شاورما، هتلاقي اي حاجة وسيبني في حالي، انا رايح اقابل دلوقتي رئيس دولة، يا ترى هو عاوز مني ايه؟ انا طفل غلبان ابويا مات وساب لي الليلة دي كلها وانا معرفش اي حاجة، اللي في سني يا عم صبري بياكلوا ايس كريم، بياكلوا شوكولاتة، بيشربوا عصير، مش بيروحوا يقابلوا رئيس جمهورية. فروسل بيقول له ما تنشف يا عم، ما تنشف يا عم، مالك في ايه؟ ما انا عندي 7 سنين يا ولا هوت وبروح حروب ومولع الدنيا. فاريس بيقول له تصدق عندك حق يا ولا، ايه الاحراج ده يا جماعة؟ وبيقول ربنا يستر بقى لان كل النبلاء وحكام المقاطعات اللي في صف كورة هيبقوا موجودين في الحفلة بصلته على النبي، يا رب ما تفضح قدامهم يا رب. فصبري بيقول احنا وصلنا مدينة سيمبلر يا جماعة، والمدينة بيبقى شكلها جميل جدا، ومدينة سيمبلر تبقى العاصمة التجارية لدولة ميسان كلها، واللي مسيطر على المدينة هو اللورد كورا. واريس بيقول انا لازم اجتهد واعمل بجد علشان خاطر اوصل المدينة بتاعتي للمستوى ده. فصبري بيقول له النهارده يومك يا ولي علشان تخلي الكل يعرفك واسمك يبرز في وسط اسماء الحكام والقادة يا ولي. واريس بيقول يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. وبينتقل المشهد لاريس وهو ماشي في القلعة بكل شموخ وفخر بالصلاة على النبي، ولكن الكل بيبص له وبيقول هو مين العبيط ده؟ والقادة بيكلموا بعض وبيقولوا احنا اول مرة نشوفه، هو ده ابن حد هنا ولا ايه يا جماعة؟ واريس بيقول هم بيبصوا لي ليه؟ هو انا شكلي عرق قوي كده؟ وبيلاقي في واحد جاي يسلم على اللورد رومير، وبعدها واحد تاني جاي يسلم عليه، وبعدها واحد تالت جاي يسلم عليه برضه. فبيقول اكيد الكل بيحب اللورد رومير بسبب انجازاته وقوته. ورومير بينادي على اريس وبيقول له تعالى يا ولي، وبيقول للي معاه ده اريس بيحكم مدينة في المقاطعة اللي انا بحكمها. فبيقول واضح ان اريس صغير ولكن شكله ذكي وليه مستقبل باهر. وساعتها الحرس بيطلقوا اشارة ان اللورد كورا هيخش القاعة ويجي، والكل يابا بينحني احتراما وتقديرا لهذا الكبير اللي داخل علينا. وبيخش اللورد كورا وبيقول لهم ارفعوا راسك يا انت وهو ولي. واريس طبعا لما بيصدق يشوف احصائيات اللورد كورا، وبالفعل يابا بيلاقي احصائياته عالية جدا، يعني القيادة ليفل 99 والبراعة ليفل 97 بالصلاة على النبي، والمبارزة عنده من المستوى A، والفروسية من المستوى S يا جماعة، وكمان السحر من المستوى B. واريس بيقول فعلا احصاءات تليق برئيس جمهورية، ولكن انا سمعت ان اخوه الاصغر سمارك مهاراته اعلى من كورا. وبيقول بس انا مهارة التقييم مش بتمكنني ان اعرف القدرات الخاصة عند الناس، يعني كورا ممكن يبقى عنده مهارات سرية وانا مش هعرف عنها حاجة. واللورد كورا بيتكلم وبيقول وفاة ابويا عرضت
دولتنا لخطر ومشاكل كتيره يا ولا انت وهو. على الرغم من انه كتب في الوصيه بتاعته ان انا اللي اكون رئيس الجمهوريه من بعده، لكن اخويا الصغير سمارك اعترض على الوصيه وعمل جيش لوحده الوسخ، وبسبب كده الدوله انقسمت اتنين. ولكن الوضع دوت مش هيستمر كتير يا ولي، احنا لازم ننتصر على سمارك ونوحد دولتنا تاني يا رجاله. وطبعا زي ما انتوا عارفين دولتنا من ضمن ال7 دول اللي بيكونوا امبراطوريه سمر فورس، وانا ناوي بعد ما نوحد دولتنا نخلي الدوله بتاعتنا مستقله عن الامبراطوريه بالصلاه على النبي. احنا بندفع فلوس وبندفع دم قلبنا للامبراطوريه، وفي المقابل دولتنا مش بتاخد من الامبراطوريه اي حاجه. ده غير ان ال7 دول اصلا بينهم مشاكل وصراعات بالصلاه على النبي. انا عارف ان الموضوع صعب يا رجاله، ولكن مع الرجاله المخلصين اصحاب العزيمه والاقوياء اللي زيكم هنقدر نعمل كل حاجه ولا انت وهو. وارس بيقول الراجل ده عالمي، عليا النعمه عظمه على عظمه يا عم كوره. واللورد كوره بيقول انا عاوز اعرفكم على حد مهم جدا يا ولي، والشخص دوت عمل شغل فاخر من الاخر الفتره الاخيره بصراحه ربنا. رحبوا معايا يا ولي بارس لوفن حاكم مدينه لامبريدج، واللي موجوده في مقاطعه كنري اللي بيحكمها اللورد رومير بالصلاه على النبي. وكالعاده ارس بيتوتر جدا وبيكون هيعملها على روحه من كتر التوتر، ولكن صبري وروسل بيشجعوه بيقولوا له يلا يا ولي يلا يا ولي تقدر تعملها يا ولي. وارس بيقول تحت امرك يا اجمد وافشخ واعظم رئيس جمهوريه. انت ايه العظمه دي ايه العظمه دي يا عم؟ مش ممكن يا عم. والله يا ارس يا ابني من موقعي هذا احب اقول لك ان انت يبقى ليك مستقبل كبير جدا في التطبيل، قصدي مستقبل كبير جدا في المملكه. المهم كوره بيقول له تعالى يا ولا اقف جنبي هنا ولا خلي الناس تشوفك يا ولي. وكوره بيتكلم وبيقول اخويا سمارك كان عاوز الاحجار السحريه اللي في مدينه بيرنا بالصلاه على النبي، علشان كده عمل عقد مزيف عشان يقنع بيه مدينه بيرنا انها تنضم ليه، عن طريق انه حط الختم بتاعت مقاطعه ماسا اللي مدينه بيرنا موجوده فيها، وقال لحاكم بيرنا ان المقاطعه بتاعتك يا ولا انضمت ليا خلاص، مش متبقي في المقاطعه كلها غير المدينه بتاعتك انها تنضم لي. وبالفعل حاكم بيرنا لانه خايب وعبيط صدق الخدعه ديت وانضم ليه. وكان الحل الوحيد عشان نرجع المدينه لينا هو القتال مع مدينه بيرنا ونرجعها لينا بالقوه، ولكن يابا ارس قدر يكتشف ان العقد دوت مزور. ومش بس كده يا رجاله، ده اتكلم مع حاكم مدينه بيرنا ورجع المدينه بدون قتال، وساعتها الكل بيتصدم وبيقول الطفل الصغير يعمل ده كله. فكوره بيقول لهم الكفاءه والانجازات عمرها ما كانت بالسن يا رجاله. ارس رغم انه اصغر واحد فيكو قدر يعمل انجازات ما عملهاش اي حد موجود هنا. انا عاوزكم تسقفوا له يا ولا انت وهو على انجازاته، ولكن الكل بيسكت ومحدش بيسقف. بس يابا اللورد رومير اول واحد بيسقف لارس فالكل بيسقف وراه. وارس بيقول لهم ربنا يخليكم يا جدعان، والله ده كتير عليا كتير عليا والله يا جدعان ده كله. وبعد ما بيخلصوا بيجي وقت الاكل وارس بيكون عمال يتعرف على القاده ويتكلم معاهم بالصلاه على النبي. وصبري بيقول له يا عم تعالى كل معانا الاكل عالمي يا ولد، ده فيه محشي وفراخ. وارس بيكون شكله تعبان جدا لانه عمال يتكلم مع القاده وما استريحش خالص، وبيطلع يقف بره يشم شويه هوا لانه مرهق جدا. ولكن بيلاقي حد بيقول له بتفكر في مين يا ولي؟ شكلك بتفكر في خطيبتك وخاربها. فارس بيبص كده بيلاقي اللورد كوره هو اللي بيكلمه، فبيقول له انت ايه اللي جاب حضرتك سيادتك يا فندم جنابك معاليك هنا؟ فكوره بيقول له انا سمعت ان انت معاك جنود اقوياء وفريق فشيخ يا ولي. فارس بيقول له عم الريس دي اقل حاجه عندي والله. فكوره بيقول له انت اتكلمت مع اتباعي والقاده بتوعي اللي جوه، ايه رايك فيهم يا ولا يا ارس؟ وارس بيكون قيمهم كلهم وما لقاش اي حد فيهم مثير للاهتمام، وكلهم مستواهم عادي تقريبا ما عدا 2 3. فبيتكسف يقول للورد كوره كده، ولكن كوره بيصر عليه انه يتكلم ويقول له. فارس بيقول له بص يا كبير بصراحه ربنا ما فيش فيهم موهوبين خالص غير 2 أو 3 بالكتير قوي يا عم الحاج، ده انا ابويا ريفي كان يقوم بكل اللي جوه لوحده بالصلاه على النبي. فكوره بيساله طب لو قارنا بين اتباعي والقاده اللي معايا جوه واتباعك يا ولا يا ارس، تفتكر مين فيهم اكتر قوه ومين فيهم اكتر ذكاء؟ فارس بيسكت برضه وبيتردد يقول ده الواد صبري لوحده ممكن يفشخ كل اللي جوه ويقتلهم في اقل من دقيقه، ولا البت ساره بضربه واحده ممكن تفشخ القصر ده كله، والواد راسل في التخطيط والذكاء يتفوق عليهم كلهم بالصلاه على النبي. بس ارس ما بيقولوش كده. فارس بيقول له بصراحه ربنا يا كبير الفريق الخاص بيا اقوى من اتباعك والقاده بتوعك بكتير جدا بالصلاه على النبي. فالرئيس بيضحك وبيقول له واضح يا ولا يا ارس انك طيب وصريح. وكوره بيقول له على فكره ده رايي انا كمان يا ولا يا ارس، اتباعي فعلا ما عندهمش قوه كبيره ولا عندهم ذكاء عالي ولا حتى عندهم موهبه كبيره في السحر والتخطيط والاستراتيجيه بالصلاه على النبي، ولكنهم مخلصين يا ولي وعندهم اراده قويه. بس للاسف يا ولا يا ارس لما جيت احسبها لقيت ان الفوز في المعركه الجايه هيكون صعب.
فارس بيقول له ازاي بس يا كبير ما تقولش كده. فكورة بيقول له احنا بنمتلك الفلوس، ده غير ان احنا كمان يا ولي عندنا عدد الجنود اكتر من اللي عند اعدائنا بالصلاة على النبي، ولكن العدو بيمتلك العديد من الاتباع الاذكياء والموهوبين يا ولي، والقائد الفاشل حتى لو كان معاه فلوس او جنود اكتر هيضيعهم وهيخسر. علشان كده يا ولي انا فرحت جدا لما عرفت ان انت قدرت بذكائك ترجع مدينة بيرنا. تعرف لو كسبنا الحرب ديت يا ولي انا بفكر اعينك رئيس مقاطعة كنري كلها مكان اللورد رومير. فارس بيقول له يا نهار اسود ومنيل، ده انا بحكم مدينة صغيرة وطلعان عينيا، هحكم بس انا ازاي مقاطعة كبيرة وجواها عدد كبير من المدن؟ وبعدين يا عم كورة صلي على النبي، اللورد رومير هتعمل فيه ايه؟ فبيقول له يا عم ما تخافش مش هرفده، ده انا بفكر اديله منطقة اكبر، انا هعتمد عليك يا ولا يا ارس. صحيح يا ولي انا عايزك تيجي معايا اجتماع الحرب اللي جاي وتجيب اتباعك معاك، انا عاوز اسمع رايكم كلكم، ده غير ان عاوزك تتكلم مع كل اللي موجودين وتعرف فين الاشخاص الموهوبين والجنود الاقوياء. وبينتقل المشهد لقلعة سمارك وهو مجتمع بالقادة بتوعه، وبيقولوا له ان في حد من عنده كورة قدر يكشف العقد المزور ويرجع مدينة بيرنا تاني لكورة يا كبير. فواحد من القادة بيقول حتى لو رجعوا بيرنا احنا قدرنا نحصل على كمية كبيرة من الاحجار السحرية، وكده احتمالات فوزنا في المعركة عالية جدا. وسمارك بيقول له احتمال الفوز انا النصر يا ولا لازم يبقى اكيد مش مجرد احتمال. وسمارك بيسأل عن ميري، فالقادة بيقولوا ما نعرفش عنها حاجة، دي اتغيرت خالص بعد موت الملك وبقت مدمنة عصير جوافة، ومش عاوز دماغك تروح لبعيد عايزين مشاهد، هو عصير جوافة مشيها عصير جوافة، احنا ناس متربية يابا وملناش في الحاجات التانية، وانا اي حاجة في الانمي مش مناسبة لثقافتنا بغيرها باللي يتناسب معانا. المهم القائد دوت بيقول له دي مشيت من المملكة يا كبير ومحدش يعرف مكانها. فسمارك بيقول خسارة، دي كانت عندها موهبة كبيرة جدا وذكية، اتمنى انها ما تنضمش لجيش اخويا كورة. وبينتقل المشهد لارس وهو بيتكلم مع الفريق بتاعه وبيقول لهم احنا لازم نروح اجتماع الحرب اللي جاية ولا مع القادة، بس قبل ما نعمل كده لازم نلاقي اعضاء اقوياء وموهوبين ونضمهم لينا. فصبري بيقول له ايه رأيك يا كبير نسأل شادو ونكلفه بالمهمة دي؟ وبالفعل بيمشوا عشان يقابلوا شادو، ولكن وهم ماشيين بيكون في واحد ماسك عصير جوافة ومش شايف قدامه، والشخص دوت بيخبط في ارس ولكنه بيعتذر له وبيسيبه وبيمشي. وساعتها ارس بيروح لشادو وبيقول له بص يا عم الحاج احنا عايزينك في مهمة جديدة، احنا يابا عايزينك تدور لنا على شوية جنود واعضاء اقوياء، وكل واحد هتجيبه هنديك عليه 20 عملة ذهبية. وبينتقل المشهد لما بنلاقي الشخص المسطول دوت بيروح المطعم بتاع شادو، وبتطلع بنت يا صديقي وبتقول سلام عليكم، مش محتاجين حد يشتغل معاكم هنا في المطعم دوت يا رجاله. وهنا في واحد من اتباع شادو بيطلع عارفها، ودي تبقى ميري عزيزي. وميري لما بتشوف شادو بتقول له ما عندكش شغل ليه يا برنس، وبتكلم شادو كانه ولد مش بنت. فشادو بيتصدم انها بتناديله كانه ولد مع انه متنكر كويس جدا بشكل بنت، بس شادو بيعمل عبيط وبيكمل كانه بنت برضه. وميري بتبدا شغل مع شادو في المطعم بصلته على النبي، ولكنها بسم الله ما شاء الله بتعمل كل حاجه غلط وما بتعملش اي حاجه صح، وبتبدل طلبات الزباين وخربة الدنيا خالص، وده كله لانها مش مركزه من كتر عصير الجوافه اللي هي بتشربه. وبعد الشغل شادو بيقعد معاها ولكنه عامل نفسه بنت برضه، وبيسال ميري عن حياتها السابقه وهي كانت شغاله ايه قبل كده، ولكنه بيعرف سر خطير يا جماعه، بيعرف ان ميري ليها اخ صغير وان هما الاتنين كانوا مساعدين حاكم دولة ميسان بصلته على النبي، ولكن بعد ما الحاكم مات وحصلت الحرب بين الاخين ميري سابت كل حاجه وبقت تشرب عصير الجوافه عشان خاطر تنسى. وساعتها شادو بيقول لميري انا اعرف مكان تشتغل فيه احسن من هنا بكتير يا بت يا ميري. وساعتها شادو بيروح عند ارس وبيقول له بص بقى يا كبير انا اكتشفت لك موهبه ايه حاجه فاخر من الاخر. وميري بتخش وبتقول سلام عليكم، هو فين السيد بتاع المدينه بقى؟ الواد اللي عامل نفسه بنت هناك دوت قال لي ان في شغلانه هنا واخد فلوس كتير وهجيب عصير جوافه واشرب براحتي. وصبري بيوشوش شادو بيقول لها شكلها متخلفه يا عم، انت ايه اللي انت جايبها لنا دي؟ فشادو بيقول له بس اصبر بس دي قويه جدا دي في مستواكم. وارس بيشوف احصائياتها ولكنه بيتصدم، التخطيط والاستراتيجيه عندها من الرتبه الاقوى وهي الرتبه اس زي روسل بالظبط كده، ولكن المبارزه عندها من الرتبه بي، اي نعم هي رتبه متوسطه ولكن الابداع عندها من الليفل 102 والطموح عندها الليفل بتاعه 100. ارس بيتصدم لان حرفيا احصائياتها اعلى من احصائيات كتير من حكام المدن والمقاطعات. فيا ترى ايه اللي هيحصل بين ارس والبت ميري؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه، فانزل بسرعه انضم لعيله نور واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اول ما الحلقات الجديده تنزل توصلك اول واحد. وطبعا مش هوستيك تاخد زرار اللايك ولا مصنع الكراسي. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور، وبس كده، سلام.